تقريرنا مختلف ومش تقليدي. خرجنا بره حدود القاهرة وتحديدا في إحدى مدن محافظة الفيوم. في مجموعة من المحامين بيتصدوا للفساد وده بالتعاون مع المواطنين. هنقابلهم عشان نعرف ايه الحكاية بالتفصيل. مسألة رغيف العيش المفروض ان احنا نتابع مع الفران ونبدأ، وعملنا محاضر فعلا ضد إدارة التموين انها تشوف لنا حصيلة، تشوف مخصصات رغيف العيش، تشوف عدد الأجودة، تشوف التوزيع هل متناسق ولا محتاجين ان احنا نزود العدد في الفران اكتر من كده، يعني عنده كذا شوال نزوده ولا لا. مصر بعد ثورة 25 يناير ولادها جندوا نفسهم لمحاربة أي فساد، وده من واقع المسؤولية الوطنية والحفاظ على ثروات مصر المنهوبة. هي اللجنة بدأت فكرتها من 25 يناير لما قامت الثورة وشعب بالكامل ما كانش متصور ان ممكن مجموعة شباب في ميدان التحرير ويطلعوا ويغيروا مستقبل بلد بأكملها، مستقبل ما حدش عارف غيره من 30 سنة، وليهم الفضل على مصر كلها، هم ولادنا. بدأت اللجنة فعلا تتشكل بشكل جدي بعد يوم الجمعة، يعني الثورة كانت الثلاث 25 يناير، يوم الجمعة بدأت الشرطة بتتمادى في ضرب المتظاهرين، بدأت البلد تبقى في حالة ثورة وغليان، وبدأت في حالة هياج قد يكون لو ما تشكلتش اللجان الشعبية على مستوى الجمهورية كانت البلد كلها اتحرقت. أولادنا بيصوروا في الميادين، وفيه ناس تانية أعضاء لجان بتحمي مكتسبات الثورة، بحمي مؤسسة حكومية، بحمي محكمة، بحمي المواطن في الشارع، بحمي بنت في البيت أخوها وأبوها في الميدان. في ناس بتحمي وناس بتصور. دورنا في قضايا الفساد مش للبحث والنيل من أشخاص للانتقام منهم، لا، ده دور واجب كل مواطن مصري الآن يريد أن يرى مصر منارة، دولة رائدة بحكم تاريخها وبحكم موقعها وبحكم شعبها وبحكم المواقف التاريخية اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها للبلد ده. تقدمنا ببلاغات كتير لمحاربة الفساد، كان أهمها البلاغ اللي قدم ضد السيد مدير أمن الفيوم بالفيوم، وتقدمت ببلاغ ضد بعض السادة الإعلاميين اللي كانوا بيتقاضوا مبالغ باهظة لا تتناسب مع حجم ومعيشة المواطن المصري في الوقت اللي فيه مدرسين وأطباء ومهندسين وموظفين عموميين لا يجدوا يتحصلون على بعض المئات والعشرات بل العشرات من الجنيهات. الموضوع مش موضوع نيل من أشخاص، الموضوع موضوع لماذا لا نعني شأن القانون في هذا البلد؟ بإعلاء شأن القانون، من يخطئ يعاقب، من يخطئ يحاسب وفقا للقانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. بعد تفعيل اللجنة هل في خطوات وإجراءات اتخذت في إقامة دعوات قضائية فعلا؟ احنا تقدمنا بمجموعة كبيرة من البلاغات للنيابة العامة، والنيابة ابتدت فعلا ان هي اتحركت بتعمل تحريات، وفي فعلا قضية نزلت اتحدث لها جلسة يوم 18/4 وهيتم تداولها في القضاء. احنا نقدر نقول ان احنا تقدمنا ببلاغ عن اول حالة تعدي على الارض الزراعية. احنا في حالات كتير جدا للتعدي على الارض الزراعية، ومعظم القائمين بها حاجة غريبة جدا اعضاء مجلس محلي واعضاء في الحزب الوطني. والموضوع مش خلال الثورة بس، حتى قبل الثورة الناس دي كانت بتستغل نفوذها وكانت بتستغل علاقاتها، وكانت بتبني قصور وفلل وابراج على الاراضي الزراعية. من المواقف المضحكة المبكية ان احد اعضاء الحزب الوطني بنى على ارض زراعية واخد ترخيص انه هيبني دار ايتام. بعد كده بدل الايتام كلهم هو قاعد فيها لوحده، يعني هو اعتبر نفسه ان هو اليتيم الوحيد، وبقت الدار دي الدار بتاعته وقعد فيها لوحده. انا عايز يعني ما ادعيش اكتر مما املك، السادة المحامين هم منوطين بباقي الحاجات. انا معني اكتر بان انا ازاي اوصل لحلول ودية قبل ما توصل وتتفاقم لمحاكم ونخش في عناد. يعني انا عارف مثلا في تطوير المستشفى
في ناس اشتركت في فساد غصب اجبرت على انها تمضي مثلا باستلام حاجات بالامر المباشر، اجهزه، معدات، بقى 3-4 اضعاف ثمنها. يعني ده واحد انا مش هحطه تحت المقصله اذا كان مدير في مكان ما اجبر على كده، بس ازاي اساعده انه يتجنب كده بعد كده. بتيجي شكاوي عايزين برضه تحقق من صحتها، انا شايف ان اتواصل افضل مع اللي ماسكه في حقه. ان كان حقيقة السادة الزملاء في اللجنة بيصعدوا الموضوع، لكن احنا في علاقات طبعا مع باقي اللجان الشعبية في اماكن تانية، لكن طمية تتمتع بخصوصية ان كلنا عارفين بعض، واقدر اتواصل لحل قبل ما توصل قضاء وحاجات زي كده. وخاصة انه ما فيش موارد مالية كتير، الحاجة قصر على جهود ذاتية، فنتجنب مصاريف اكتر، نتجنب اعباء اكتر على المحاكم وهي مش ناقصة، والذات يعني الزملاء عندهم قضايا كتير. فانا خاصة يعني معني بان ازاي احل حاجات ودية. ازاي اتشكلت اللجنة اللي بتبحث هذا النوع من القضايا، وازاي بيتم الحصول على المستندات؟ أنا بنسق بين اللجنة وبين المواطن، أو بين اللجنة والحركات السياسية الموجودة أو الحركات الشعبية الموجودة اللي يقدر يطلع لي قضية فساد، وأنا بوصلها بدوري للمحامين، وبوصل للمواطن نفسه إن اللجنة بتقوم بالقضايا ديت وبتشتغل يعني مجانا بدون ما يكلف الفرد حاجة، وبدون ما يحتاج منه أي حاجة غير مستنداته بس، مش عايزين منه أكتر من كده. ما زال العطاء يتدفق بين جنبات الوطن، ومن بين أهم الإنجازات يخرج علينا أبناء نقابة المحامين بالفيوم ليقوموا بإنشاء لجنة هي بمثابة الكتيبة العاملة في خدمة الوطن من أجل مكافحة الفساد. اللجنة الشعبية لمحاربة الفساد هي موجودة في بلدنا. احنا اي حد معاه شكوى او له شكوى نقدر ان احنا ناخده ونروح للجنة الشعبية لمحاربة الفساد في المحكمة. هي الحمد لله رب العالمين بتقوم بعملها على اكمل وجه، وده لصالح بلدنا، ما بنعملش حاجة لصالح حد تاني او ملناش ميول لحد تاني، ده لبلدنا احنا خايفين على بلدنا، لازم نعمل كده. اي حد يشق في غلط لازم في لجنة شعبية لمحاربة الفساد في البلد. اللجنة الشعبية لجنة محترمة بتكشف الاسرار اللي احنا ما كناش نعرفها، ويا ريت كل حته في جمهوريه مصر العربيه كلها يبقى فيها لجان باللجان اللي احنا بنعمل بيها، عشان نكشف الاسرار اللي خربانه بيها بيوتنا واللي احنا مش عارفين نتكلم فيها. لو معايا ورق هتصل بجماعه المحامين بيجوا ياخدوهم، وهم على وجه السرعه على فكره ما بيتاخروش، يعني هم عارفين النواحي القانونيه بتاعتها، بس احنا عايزين نفعلها من النواحي العمليه برضه، يعني يبقى كل المجتمع، يعني المحامين قايمين بدور كويس جدا، عايزين بقيه المجتمع يبقى عنده نفس الاداء، يعني يستطيع ان هو يشتكي بسهوله او يكشف الفساد، عشان يبقى الشفافيه، عشان الشفافيه اللي احنا عايزينها تبقى مطلوبه في المجتمع تبقى مستمره، مش هتستمر الا بعمل صناديق في مجالس المدن. يعني كل ده مجلس مدينه لازم يتعمل فيه مثلا صندوق بحيث على مستوى الدايره بتاعته، على مستوى المركز، يعني احنا مش في انتخاب مثلا، اقدر اشتكي. اللجنه مكونه من مجموعه من المحامين، رجال قانون، غير دارسين، غير مشتغلين بالمهنه، اطباء، مهندسين، شعبيين في كل المجالات. دول اللي عينهم دايما على الفساد وعارفين مواطن الفساد فين، فبيبلغوا او بيقوموا بالابلاغ للجنه، وبالتالي بتصاغ قانونيا وتسلم للنيابه العامه لاتخاذ اجراءات تحقيق. في مخالفات تانية ولكن بنعتبرها مخالفات بسيطه، بنحاول ان احنا نقومها بالزياره للمسؤولين او محاوله التنسيق مع القيادات اننا نزيل هذه الخلافات. مصر عظيمة بأبنائها. النهاردة البداية كانت هنا في محافظة الفيوم، وبكرة أكيد محافظات تانية كتير. محاربة الفساد مش ظاهرة وهتنتهي، الفساد هو اللي هيختفي.